واحد الفيديو البارح غلطت فيه وقلت انا داكشي اللي وقع في مدينه اسفي راه جريمه متكامله الاركان. وداكشي اللي طرا ما عرفتش نقولوا لك. انا اليوم غنأكد لكم بان داكشي اللي طرا في مدينه اسفي كارثه طبيعيه وجريمه متكامله الاركان لا تقل اهميه على واحد شاد ليا جنويه وكيقتل ليا في عباد الله. ونعطيك الدليل عليه باش ما يبقاوش يخرجوا دوك البؤساء يبداو ينقروا بزاف، لان نديركم ما طلع لي في راسي. انا نشرح لك بالخشيبات ونقول لك الصندوق علاش سي عزيز اخنوش امبوسيبل يفعلوا ديال صندوق ديال اللي عنده قانون، صندوق ديال التضامن ضد الكوارث. ملي كنقولوا ضد الكوارث الناس بزاف كيقول لك هذه كارثه طبيعيه ولا راه خص يكون زلزال ولا. ملي كنقولوا داك الصندوق اللي دار بقانون 110.14 القانون رقم 110/14 واللي دار سنه 2016 واللي ما دخل حيز التنفيذ حتى ل 2020. علاش؟ لانه كانت كورونا. كون ما كانتش كورونا والله لا دخل حيز التنفيذ داك الصندوق. وهذاك الصندوق اخنوش الا طرات شي كارثه طبيعيه او كارثه مثلا زلزال فيضان في هذا الواد، حتى من المظاهرات اللي خرجت على السيطره وسبات كوارث في المدن، هذاك الصندوق من اختصاصاته انه يدخل ويعاون الناس اللي عندهم تامين كيستعملوا البوند مباشره ديال الكوارث الطبيعيه ولا داكشي اللي فقدوا فيهم ديورهم كتعوضهم، واللي ما عندوش الدوله اللي كتكلف به عبر داك الصندوق. هذاك الصندوق كتمولوا البنك الدولي ومؤسسات اخرى من البلاد، وكل قانون ماليه كيخرج واحد المنصب مالي كبير لذاك الصندوق. عزيز اخنوش الا مثلا مدينه اسفي مثلا والضامن مع دوك الناس تما، يعني ان ديك المنطقه فعلا بؤره وخصو يعوض دوك الناس. امبوسيبل غتلقاه جالس لك في اسفي تما. الا الضامن مع دوك الناس وسماهم انهم كارثه داكشي اللي وقعات وكذا وكذا، غتلقاه بانه كيعلن على انه فعلا هذيك المنطقه كارثيه وخصو يعوض دوك الناس. الوحيد اللي عنده الحق تفعيل داك الصندوق بناء على النقاط والبؤر اللي فيها الكوارث هو عزيز اخنوش رئيس الحكومه حسب القانون وحسب المسطره المتبعه، سواء يعرضها في الجريده الرسميه او يقول بان هذه المنطقه هذه اللي هي مدينه اسفي مدينه فاس مدينه هذه راه منطقه فيها ازمه او فيها واحد الكارثه طبيعيه في هذا الواد في هذه الفتره. نرجعوا للكارثه اللي قلت لكم بانها فعلا فعل فاعل وانها لا تقل اهميه ما بين فعل فاعل ومفعول به. صافي. الفعل هو ان الواد الطريق ديالو سديتوها وان 11 عام هذه والناس خرجوا تشكاو. الفاعل مصدر المسؤوليه دابا وباقي كيزيد في المسؤوليات ولا كبير دابا. والمفعول به الله يرحمه راه مات، لان التساقطات اللي طاحت في اسفل باش يخرج شي واحد يبقى يقول لي لا انا ما غنمشي معاك في داك المنوال ديال التساقطات اللي طاحت كثيره بزاف ولا راه صبات نص ساعه ما تبقاوش تكذبوا على المغاربه، راه الناس ميته، راه فقدنا ارواح. يعني باش تبغي نساهم معاك ونخرج نكذب نقول لك كارثه طبيعيه بحال فالونسيا وغيرها من الاشياء نقول لك لا شريف. التساقطات اللي طاحت في تطوان ما تحطاتش كاع ما بطاتش منها نقطه في اسفي. وفعلا تطوان لعبوا الطوموبيلات وتهزوا ولكن ولا واحد مات لينا، لانه ماشي الحر د الواد. ملي كنقول الواد هو ما ادراك ما الواد، راه كاين بلايص اللي ما تصبش فيهم الشتا ويقدر يطرى فيهم داكشي ما تصبش. بحال اسفي راه صبات نص ساعه ما كاملاش ولا ساعه د المكانه الا كثرات. والتساقطات دابا اليوم اللي كنشوفها في مدينه الرباط دابا عندي هنا كنشوفها من البالكون راه ما شاء الله ما شاء الله الله يعطينا قد النفع. راه ما تنظنش واقيلا واش طاحت في اسفي. المشكل اللي كاين في اسفي هو والواد تسد وبفعل فاعل، لان هذه 11 عام اللي كانت دوزين باقا كتنقل لينا داكشي اللي خصو يتنقل. سمع شنو طرا غير باش تعرف بان ما تبقاوش تكذبوا على المغاربه. وداك الصندوق ديال الكوارث ما تحلموش به، لان السي خنوش السبب ديالو ان البارح قال لكم كنتضامن معكم وكذا كيقول لكم الله يرحمكم وصافي راه ما غتستافدوش من داك الصندوق. سمع واحد السيده دي 11 عام اللي كانت دوزين كتنقل داكشي اللي خصو يتنقل نعاودها ثاني مره شنو قال. حنا كنطالبوا من السلطه والناس المسؤولين يعتقونا في اقرب وقت، لان الناس واحد الغدا ولا بعد غنشوفوا شي شتا كثيره ولا الارواح. حنا ما بغيناش نوصلوا لهذا الشيء. حنا اللي كنتمناو يشوفوا من حالنا والناس راه ضعفاء وفقراء. تعود هذه الصور ليوم الاثنين 15 دجنبر. أم في 28 من العمر ورضيعتها التي لم تتجاوز ربيعها الثاني تم انتشال جثتيهما من تحت هذه الأنقاض بحي جريفات أسفي. السيدة راه قالت شي 11 عام ماشي عاد دابا. ملي كنقول لك 11 عام كينبئك كيقول لك ها عباد الله هاد الهادي راه تقدر تسبب لي كارثه، لانه اهل مكه ادرى بشيعه بها. يعني سيد ولد المنطقه وعارف داك الواد شنو يقدر يسبب واحد النهار. وها هو النتيجه، ازيد من 100 روح مشات ليا. 100 روح ما غنسببش عليها كارثه. وابار 100 روح كيقول لك 21 يوم بقى انت كتموت 21 يوم والواد دايز عليك، بقاو تموتوا واحد بواحد باش يستافد منكم واحد من داك الصندوق ديال الكوارث. حتى الزلزال اللي كيضرب 5 ثواني كيغبر مدينه خاص 21 يوم وهو كيغبر في المدينه، ولا 21 يوم وهو كيغبر في المدينه. اودي سير وبلا من دوك البؤساء يخرجوا عاوتاني بقى يجاوبوني حيت ما غنجاوبكمش. ما ماشي مطمعين نجاوبكم. راه ما تصيفطوا لي في فالونس وتصيفطوا لي بانكم راه ما عرفتش شنو غديروا حيت قلت كارثه وقلت جريمه قتل وسيروا يسيروا.